انت عارف لو ما دخلتليش البيت الحضانه ب 50,000 في الشهر انا همشي من البيت واخليك تطلقني. اهدي بس يا ام دليده. ده كلام عندي. يعني ايه يعني ده اخر كلام عندي؟ كلام. يعني لو ما دخلتش بنتي الحضانه ب 50,000 جنيه في الشهر اطلقك؟ يا ستي طب اهدي طيب. لا ما عنديش كلام تاني. يلا. لا يا حبيبي بعمل حاجه على اللاب ونازل على طول اهو. يلا نهارك ابيض. سلام. انت بتتكلم مين يا استاذ؟ هو ايه اللي بكلم مين يا استاذ؟ وحد ترزع اللاب كده يتكسر؟ هو ايه اللي لما اجي اتكلم معاك تقول انا معايا شغل. في ايه؟ عايزاك في موضوع مهم جدا. موضوع مهم جدا؟ ايه هو الموضوع يا استاذه؟ ما هو انت كده كل يوم على الصبح قبل ما انزل على شغلي تنكدي عليا. ما عشان انت مش بتسمعني. اديني هسمعك خير عشان الباص قرب يخش على البيت. الموضوع ان انا عايزه ادخل دليده حضانه. عايزه تدخلي ايه؟ دليده حضانه. حضانه ايه دي حضرتك وهي عندها 4 شهور ولسه ما كملتهمش اصلا؟ ما سمعتش عنها؟ لا ما سمعتش عنها. هو في حضانه بتقبل الاطفال وعندها 4 شهور؟ طبعا كتير قوي مدخلينها. احنا مالنا بالكتير. انا ما اقدرش استغنى عن بنتي طبعا لسه لما يتم سنه ان شاء الله. لا طبعا في حضانه من 4 شهور. يعني ايه في حضانه من 4 شهور وانت لازمتك ايه؟ يعني ايه لازمتي ايه؟ ايوه انت لازمتك ايه؟ انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه ما تجنننيش. ده حضانه ايه اللي انت بتحكي عليها دي؟ ايوه في حضانه من 4 شهور. حضانه من 4 شهور؟ لا يا ماما انا ما اقدرش استغنى عن بنتي. لا واحده صاحبتي قالت لي عليها. واحده ايه؟ واحده صاحبتي قالت لي عليها وانا اقتنعت بيها جدا جدا جدا. اقتنعت بيها جدا جدا جدا؟ طبعا. انت طبعا عايزه تقعدي وتريحي دماغك ولا عياط ولا وجع دماغ صح؟ لا امال ان شاء الله. ما هي بنتي انا بحبها. بنتك بتحبيها وانا بحبها طبعا وعشان كده بقول لك انا ما اقدرش استغنى عن بنتي. شيل الموضوع ده من دماغك يا ام دليده دلوقتي. لا انا عايزه ادخلها الحضانه. طب لما ارجع من الشغل نبقى نتكلم في الموضوع ده. لو ما دخلتهاش انا اروح عند اهلي. ايه؟ لو ما دخلتهاش هروح عند اهلي. هو انت كل حاجه اهلك انت بتدخلي اهلك في النص ليه؟ يعني ايه؟ ايوه انت كل ما تقولي لي على حاجه واقول لك عليها لا تقولي خلاص اروح عند اهلي. براحتك. يعني ايه براحتي يعني؟ بكام يا ست الحضانه دي عشان تنزلي عن دماغي؟ الحضانه لوحدها ب 35. 35 جنيه يعني؟ في ايه؟ انت بتضحكي ليه دلوقتي؟ هو اللي ب 35. امال مش فاهم دي طفله. 35,000 ايه؟ غير الباص. 35,000 والباص ب 15 وغير الباص؟ التوتال كله 50. يعني ده لها باص؟ اكيد طبعا. والباص ب 15؟ يعني عشان ادخل بنتي حضانه ادفع لها 50,000 جنيه؟ لا ياما خلي بنتي هنا في بيتي انا هعلم بنتي مالكيش دعوه. هتعلمها ايه؟ ايه؟ هتعلمها انا هعلمها يا ستي بطريقتي مالكيش دعوه. ان شاء الله عايزين ندخلها حضانه عاديه. وايه المشكله ما تخش حضانه عاديه؟ ما كلنا دخلنا حضانات عاديه. انا ادخل بنتي حضانه ب 300 جنيه ولا 200 جنيه؟ ومالها والحضانه ب 300 جنيه ولا 200 جنيه؟ عشان اجي اقول لها تقول لي الشارع اللي وراه. ايه؟ هي دي الحضانه العاديه بقى. الحضانه العاديه تيجي تقول لها تقول لك الشارع اللي وراه؟ انت شكلك بقى فاهمه غلط عن الحضانات العاديه. هي دي الحضانه اللي انا عايزه ادخلها. والله بقول لك انت شكلك جايه تهزري معايا على الصبح وانا ايه متاخر على شغلي. لما اجي نبقى نتكلم في الموضوع ده. ده مستقبل بنتي يا ستي. مستقبل بنتك لما تتم سنه ولا سنه ونص هنوديها حضانه وهي عندها 4 شهور وما كملتهمش وندفع لها 50,000 باص 15 وحضانه 35. ليه ان شاء الله عدتك على بنك انت وبنتك. ايه مستخسر فيها فلوس؟ لا مش مستخسر فيها حاجه. بقول لك ايه بعد اذنك شيلي الموضوع ده من دماغك. ايوه. لا مش هشيله من دماغي. يعني مش هتشيليه من دماغك يعني؟ اخر كلام عندي لو ما وديتهاش الحضانه هروح عند اهلي. يا بنتي بعد اذنك ما تعصبنيش. انت كل حاجه اهلك. مالهم اهلك دلوقتي؟ احنا بنتناقش في الموضوع دلوقتي خاص بينا. انت بتدخلي اهلك ليه دلوقتي؟ انت مش موافق عليه. هو انا عشان مش موافق على حاجه تقولي اروح عند اهلي؟ ده اخر كلام عندي. ده اخر كلام عندك. وانا مش هدخل بنتي حضانه ب 50,000. ما مش قايل لك على بنك انت وهي. ما في حضانات ب 500 و300 و400 وحضانات كويسه واحسن منها. باص ليه ان شاء الله؟ باص هيجي ياخدها. امال هي تروح على رجلها؟ يا ستي ما هو انت تروحي توديها طالما انت عايز توديها. لا ان شاء الله يا حبيبي. والله العظيم. بنتي تروح في باص وتيجي في باص. بنتك تروح في باص وتيجي في باص؟ طبعا. طب بقول لك ايه بعد اذنك يا ام دليده بعد اذنك ما تعكننيش عليا وانا نازل على شغلي. انا نازل على شغلي ما تفصليش اليوم بتاعي الله يبارك لك. وانا قلت لك الطلب. طب ماشي لما اجي نبقى نتكلم في الموضوع ده. ايه؟ دلوقتي. برضه دلوقتي؟ طب هقول لك انا ايه دلوقتي ما معيش انا 50,000 ادفعهم انا. ليه ان شاء الله؟ استغفر الله العظيم يا رب وربنا اقسم بالله ما انزل الشغل ما تعكننيش عليا. ما تنزلش. طب بعد اذنك عدي اليوم كده عشان انت كده قفلتيني من بدايه اليوم. انا عند اهلي لما تحب تجيبني اعرف ان انت وافقت. والله العظيم؟ والله. ده مين بقى اللي دخل في دماغك الفكره دي بقى؟ صاحبتي. ما هي صاحبتك دي هي اللي هتخرب عليك ان شاء الله. لا. عشان اي واحده صاحبتها تشق في دماغها وتقول لها حاجه تعجبها
انتوا تقتنعوا بيها، غير كده ما اعرفش ايه. ما هي الصحاب اللي بتدمر البيوت والله العظيم ثلاثه. هي قالت لي ماشي، مين صاحبتك دي بقى ان شاء الله عشان اكلمها ولا احترمي نفسك وما تكلميش مراتي تاني. ليه؟ طبعا واحده صاحبتي وعلى صاحبتك، قالت لي صاحبتك دي خربت بيوت، وزي ما شفتوا يا جماعه دلوقتي هي مصممه ان انا اودي بنتي حضانه ب 35,000 والباص ثمنه 15,000. ده يرضي مين؟ ايوه فيها يا ستي ما تتكلميش معايا بعد اذنك تاني بقى، اقفلي كده معايا الموضوع عشان خاطر انت فصلتيني. عشان اشوف راي الناس. تدلع. انتوا موافقين ان انا اودي بنتي لسه ما كملتش 4 شهور حضانه ب 35,000 وباص 15,000؟ ده يرضي مين؟ ولو انا ما وديتهاش بتقول انا هروح عند اهلي. ده ينفع يا جماعه؟ قولوا لي اعمل معاها ايه عشان خاطر انا تعبت وقرفت.